قضية الرحمة دقيقة جدا. الآية تقول فبما، هي باء السبب، يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد كنت لينا له. الرحمة بالقلب انعكست بالتعامل لين، فلما كنت لينا لهم التفوا حولك، ولو لم تكن متصلا بنا لامتلأ القلب قسوة ولانعكست القسوة غلظة وفظاظة، عندئذ ينفض من حولك. هذه الآية توضع تحت عنوان قانون الالتفاف والانفضاض. هذا القانون يحتاجه الأب. بين أب يلتف أولاده حوله ويحبونه ويقدرونه ويطيعونه ويتفانون في خدمته، وبين أب ينفر الأولاد منه. هذا هو السبب. فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني الإضافات توضيحية. فبسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد بسبب اتصالك بنا. هذه الرحمة انعكست في التعامل لينا. هذا اللين جعل الناس يلتفون حولك. لو كنت منقطعا عنا لامتلأ القلب قسوة ولانعكست القسوة غلظة وفظاظة، عندئذ ينفض الناس من حولك. أنا أرى أنه ما في إنسان ما له دور قيادي. أب عندك 5 أولاد، يعني أقل دور قيادي الأب بالبيت، وعندك بالدائرة 10 موظفين، أنت كمان قائد هون. من أب إلى قائد الأمة، أي منصب قيادي يحتاج لهذا القانون. في اتصال بالله، في رحمة، الرحمة بتنعكس لين، اللين يدعو الناس كي يلتفوا حولك، والانقطاع عن الله يورث قسوة في القلب، والقسوة بتنعكس فظاظة وغلظة، عندئذ ينفض الناس من حولك. فلذلك هذه الآية هي قانون الالتفاف والانفضاض. في أب بالأرض ما بيتمنى يكونوا أولاده حوله بالمحبة. أنا أقول كلمة، بالبيت في عيد، هذا العيد يكون بإحدى حالتين: إما بخروج الأب من البيت أو بدخوله. فأنت اسأل نفسك سؤال محرج: يا ترى الأولاد والزوجة بيرتاحوا بوجودك لما بغيابك؟ إذا العيد بخروجك مشكلة كبيرة جدا، إذا العيد بدخولك أنت أب ناجح. نجاحك كأب أنه السرور والفرح والإقبال والمحبة بدخولك. وكل أب المفروض تكون معاملته طيبة جدا لأولاده حتى يكون دخوله للبيت عيد عنده. هي رحمة من الله عز وجل. فبما رحمة من الله لنت لهم. في بالمعاملة لين، اللين وراء رحمة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أقسم لكم بالله هناك آباء ينتظر الأبناء وفاتهم بفارغ الصبر. حتى قصة: أب مرض، جاءوا له بالطبيب، هم متلهفون لأن يقول المرض ما له دواء. فلما قال قضية بسيطة أصابهم إحباط شديد. البطولة كأب أن يتمنى أولادك بقاءك، لا يتمنوا. والله في أب بخيل جدا، لما توفي بعض أصدقاء أولاده أثناء التعزية له تهانينا،
عوض عظم الله أجركم تهانيها، خلصنا منه. فكل بطولتك كأب أنك إذا دخلت إلى البيت كان في البيت عيد، والأب السيء إذا خرج من البيت كان العيد. وهي بالمعاملة، يعني يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. الآن إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. أنا لا أروي قصة رمزية لكن مضطر أن أرويها لكم. أن أحد الأنبياء يمشي رأى امرأة تخبز على التنور وابنها إلى جانبها، فكلما وضعت رغيفا في التنور حملت ابنها وضمته وشمته، فقال إنه يا ربي ما هذه الرحمة التي في قلبها؟ قيل هي رحمتي أودعتها في قلبها وسأنزعها. فلما نزع الله الرحمة من قلب أمه بكى ابنها فألقته في التنور خلصت منه. نحن في عنا شاهد بسيط، القطط ترحم أولادها كثيرا ثم تأكلهم، يعني من رحمة عالية جدا بسن معينة ثم تأكلهم أحيانا. لذلك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بيحتاج أي أب، تحتاج الآية أي أم، بيحتاج رئيس دائرة عنده 10 موظفين، بيحتاج أعلى منصب قيادي في البلد. بقدر رحمتك بتكون لين، ومع اللين في التفاف، وبقدر قسوة قلبك بتكون فظ غليظ، ومع الفظاظة والغلاظة في انفضاض. يعني في هيك ملمح لطيف أنه أنت يا محمد، أنت بالذات، أنت بالذات سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم ويوحى إليك احكي 10 ساعات. أنت بالذات ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تعليق، أنت لا نبي ولا رسول ولا معك وحي ولا معك بيان ولا معك معجزات وفي غلاظة. في ملمح دقيق بالآية، هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى، هذا أكثر كفار الأرض، هذا الذي قال ما علمت لكم من إله غيري. طيب اسمع القرآن، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. إذا أنت مأمور نبي من أولي العزم سيدنا موسى أن يخاطب فرعون وهو أكثر كفار الأرض الذي قال أنا ربكم الأعلى، مأمور أن تخاطبه باللين، فكيف إذا لم تكن نبيا ولا رسولا ولا وفي بالدعوة غلظة؟ واحد قال له سأعظك وسأغلظ عليك، طلع المستمع أفقه من المتكلم، قال له ولم الغلظة يا أخي؟ لقد أرسل الله من هو خير من إلى من هو شر مني، أرسل موسى إلى فرعون فقول له قولا لينا. فأنت ما بتملك إلا تكون لطيف، يعني عندك رحمة، عندك حكمة. ما كل ما يعلم يقال، وما كل ما يقال له رجال، له أوان، ولا إذا وجد الرجال آن الأوان. أنا أكاد أقول يمكن أعظم عطاء إلهي على الإطلاق الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أنت بالحكمة تجعل العدو صديق، من دون حكمة تجعل الصديق عدو. أنت بالحكمة بتدير حياتك بمال محدود، من دون حكمة تبدد المال الكثير. أنت بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة العاشرة، من دون حكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى. أكاد أقول لكم أعظم عطاء إلهي على الإطلاق أن تؤتى الحكمة، وما يؤتى الحكمة. لكن القرآن أحيانا في دقة بالتعبير مذهلة. ما قال الله ومن يكن حكيما،
الحكمة لا تؤخذ لكنها تعطى بس، هي مكافأة للمؤمن. ما قال ومن يكن حكيما، قال ومن يؤتى. فأيام إنسان تتدمر أمة بموقف أحمق، تتدمر أمة، بتنشأ حرب لا تبقي ولا تذر بموقف أحمق. وابحثوا عن أسباب الحروب، أسباب فيها استفزاز كبير جدا. فالحكمة أعظم عطاء إلهي للإنسان، فالله عز وجل يلهمنا الحكمة. نعم. الآن إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي، إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي، ومن لا يرحم لا يرحم. ومكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً. لكن الآن أنا مضطر أن أذكر لكم شيء. بعلم النفس في بحث اسمه الصفات والسمات. شو معنى السمة؟ هي السمة خصيصة بالنفس تتفرع عنها عدة صفات. مثلاً سمة الضبط، اللي عنده سمة الضبط حساباته مضبوطة وكلامه مضبوط وأقواله مضبوطة، عنده سمة الضبط. هي سمة يتفرع منها 3 صفات 4 صفات: بحساباته في ضبط، بكلامه في ضبط، بحياته في ضبط، بمواقفه في ضبط. نعم، هي السمة. وفي صفة الآن لو عملنا إن صح التعبير خارطة للإنسان، في بعلم النفس بحث اسمه جدول السمات والصفات. ممكن نسأل واحد 1000 سؤال، ومن خلال أجوبته نحدد هويته ونحدد ملامح شخصيته، نحطهم على خط عمودي. يعني مثلاً كيف يمضي العطلة الأسبوعية؟ في إنسان يحب يبقى بالبيت، إنسان يحب يعمل نزهة، بالعالم الغربي يحب يحضر مسرحية مثلا، إلى آخره. فنحن كان درسنا شخصية إنسان، أخذنا سماته وصفاته، وجبنا إنسان ثاني أخذنا سماته وصفاته. كلما مررنا على سمتين أو صفتين متطابقتان نعمل خط. ما هو قانون الحب؟ كلما كثرت التقاطعات، الخطوط العرضية، مؤدب، لطيف مثلا، رحيم، دقيق، حساباته، علاقاته، زياراته، إمضاءه للعطلة الأسبوعية، هكذا. فكلما كثرت الخطوط المتقاطعة يكثر الحب بين الشخصين. فلما إنسان تكون زوجته على شاكلته، هو كلامه دقيق وهي كلامها دقيق، هو ما يحب الإسراف، هي لا تحب الإسراف، فكلما تشابهت الصفات والسمات كان الحب بين الأشخاص. هذا قانون الحب. ليش المؤمن يحب المؤمن؟ شيء طبيعي جدا. المؤمن متواضع وأخوه متواضع. والله أنا سافرت معظم بلاد العالم، يعني بلتقي مع إنسان ما بعرفه بحياتي كأني بعرفه من 50 سنة. في تطابق بين الصفات والصفات، هذا قانون هذا. فالإنسان كلما تفوق عند الله عز وجل يكتسب كمالا من الله. مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً. أرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون الحياة مؤقتة وسوف تمضي. الموت ينهي كل شيء، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، ينهي وسامة الوسيم ودمامة الدميم. مرة قرأت كتاب قصص العرب 4 أجزاء، الحقيقة شيء ممتع جدا، بس استنبطت أن الأقوياء ماتوا والضعفاء ماتوا والأذكياء ماتوا والأغبياء ماتوا والأغنياء ماتوا والفقراء ماتوا. نحن في
دار امتحان ودار ابتلاء. لذلك من أروع ما يقال في هذا الموضوع خطبة للنبي الكريم، يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، يعني لا تكون كما تتمنى. الزوجة صالحة، الأولاد متعبين، الأولاد صالحين، الزوجة متعبة، الزوجة والأولاد جيدين، الدخل قليل، الدخل كثير، النظام العام سيء جدا. يعني ما في إنسان يخلو من المشكلة. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء مؤقتا ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. يعني نحن بالشام في عنا حي من أغنى أحياء دمشق. يعني البيوت بالشام 5 ملايين، 6 7 8 20 مليون. البيت بهذا الحي 180 مليون، 180 مليون. وإلي صديق والده يسكن بهذا الحي وببيت كهذا البيت. توفي في أيام مطيرة في الشتاء، وأنا من واجبي كونه والد صديقي أن أكون في الجنازة. كنت في الجنازة ووصلنا إلى المقابر في الميدان، باب صغير، ووصلنا إلى القبر. انفتح القبر في مياه سوداء، فلتان أنبوب بجرير، مياه سوداء على القبر. فسألوا الابن: شو نساوي؟ هذا القبر اشتريناه، ما في غيره، قال نحطوه، شو نساوي؟ أنا بعرف حياته المرفهة بشكل يفوق حد الخيال، يفوق حد الخيال. رفاهه في بيته وأدواته وحاجاته وملابسه، يعني شيء العقل ما يتصوره. البيت فيه فازات، كل فاز حقه 1,000,000 ليرة. بيت 480 متر، شرق وغرب وتقليدي وحديث وعصري ومؤصل. فهذا الموت في موعظة كبيرة جدا. أنا هون بعمان إلي قريبة توفيت، هون القبر له ترتيب ثاني عميق جدا. يوضع الميت في أرض القبر، وفي جدارين ارتفاعهم 40 سنتي، بيحطوا 5 بلاطات، بيتغطى الميت، بعدين بيردموا تراب شي متر، كمية تراب كبيرة جدا. فصاحبة هذا البيت ساكنة البيت 5 نجوم، سيارتين 3 ولائم وسهرات، من الملتزمين الحمد لله يعني. بس يعني هذا المصير، بيقدر واحد يقول أنا ما بموت؟ تصور بيتك، عندك بنات صبايا، عندك أصهار، عندك كنائن، عندك أولاد، عندك لقاءات، عندك سهرات، عندك زيارات، عندك سياحة بالصيف، عندك مصيف معين. من هالبيت إلى قبر. والله مرة شيعت قريب إلي، أقسم بالله، لما وضعوه بالقبر وكشفوا عن وجهه وأداروه نحو القبلة، وهو صالح، أنا ما عم بحكي عنه بسوء أبدا. أنا ما وجدت على وجه الأرض إنسانا أعقل ممن يعمل لهذه الساعة أبدا. ما وجدت على سطح الأرض إنسانا أعقل ممن يعمل لهذه الساعة، ساعة الدفن. عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. فكل ذكائك وبطولتك ادرس وخذ شهادات وتزوج وانجب أولاد وكل واشرب، أنت في المباحات. الآية الدقيقة: ومن أضل، يعني ليس على وجه الأرض إنسانا أضل من
ومن أضل ممن اتبع هواه، دقق، بغير هدى من الله. عند علماء الأصول في معنى مخالف، الذي يتبع هواه وفق هدى الله لا شيء عليه. يعني الذي يتبع هواه وفق هدى الله لا شيء عليه. يعني بالإسلام ما في حرمان، بس في ترشيد في السلوك. فأنت ما لك محروم، ديننا ما في حرمان، بس في ترشيد، في تصعيد. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، المعنى الذي يتبع هواه وفق هدى الله لا شيء عليه. فإنسان ممكن يكون أسعد إنسان، وقد يكون أشقى إنسان بحركة بسيطة. من الذي خلقني؟ لماذا خلقني؟ ماذا يريد مني؟ ماذا بعد الموت؟ هي أشياء كبيرة بالحياة. لذلك قالوا ما كل ذكي بعاقل. قد تحمل دكتوراه في الفيزياء النووية، فأنت ذكي جدا، فإن لم تعرف ربك، وإن لم تعرف آخرتك، وإن لم تستقم على أمر الله، وإن لم تعمل هناك قواعد مستنبطة من آيات القرآن الكريم. فأية آية جاءت فيها كلمة الإنسان، إنسان معرفة بأل، فتعني الإنسان قبل أن يؤمن. وفي فرق نوعي بين الإنسان المؤمن وبين الإنسان غير المؤمن. وكلمة فرق هذا يدخل في علم المنطق. في عندنا فرق بالدرجة وفرق بالطبيعة. بتقول ذهب، في ذهب 24، وفي ذهب 21، وفي ذهب 18، وفي ذهب 16، وفي ذهب 11. فنسب الذهب في هذه القطعة الذهبية تتفاوت من 24 في ليرة من الذهب الخالص، وفي ليرة ذهب 21، 18، 11، 16. فهو الفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن ليس فرقاً بالدرجة، لكنه فرق بالطبيعة، من طبيعة أخرى. يعني منطلقاتك النظرية، عقيدتك، تصورك، سلوكك، هدف حياتك، نمط معاملتك لأولادك، أسرتك، علاقتك بالمرأة، ممكن أن تندرج 100 عنوان في طبيعة الإنسان المؤمن. لذلك أحياناً تأتي كلمة الإنسان في القرآن تأتي معرفة بأل. إن الإنسان لفي خسر، خاسر. والعصر قسم بمطلق الزمن، لأن الإنسان في حقيقته زمن، إنه بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. والعصر إن الإنسان لفي خسر، خاسر. إله خالق السماوات والأرض يقسم لك. يعني أنت أحياناً تقسم. بما تقسم؟ بعظيم، تقول والله العظيم. وفي أشخاص والقرآن المجيد، واحد لك والكعبة مثلا، ما حأدخل بموضوع القسم بالله فقط. لكن لو أنه أجزنا أن نقول قسم، الإنسان يقسم بعظيم. الإله خالق السماوات والأرض، هل هناك أعظم منه؟ كيف يقسم؟ العلماء قالوا إذا ورد القسم في القرآن الكريم فليلفت النظر، يلفت الله نظرك إلى عظمة الشمس والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. فالقسم بعظيم دائما. فلذلك أيها الإخوة، حينما تأتي كلمة الإنسان معرفة بأل، تعني الإنسان قبل أن يعرف الله.
لذلك إن الإنسان خلق هلوعا، هكذا خلق، نقطة ضعف في أصل خلقه. يعني مثلا أنت تشتري آلة غالية جدا، في كمبيوترات صناعية 50 مليون ثمنه، 50 مليون، معمل ضخم جدا يأتمر بهذا الكمبيوتر. الآن أكثر المعامل فيها كمبيوتر صناعي، يعني يكون في أوامر متنوعة ومتعددة ومتعاظمة أو متدنية، موضوع طويل هذا. فهذا الكمبيوتر غالي كثير لأنه عم يوجه المعمل. فالإنسان في أصل خلقه ضعيف، فهذا الكمبيوتر الغالي كثير اللي حقه 50 مليون أثناء خط وصله بالكهرباء في منطقة ضعيفة، والضعف مهم جدا، هذا يسموه الفيوز. ليش ضعيفة؟ إذا جاء التيار عالي جدا بحيث يحرق الجهاز، ارتفاع التيار يذيب هذه الوصلة الضعيفة، لما تذاب بالسيح ينقطع التيار، هذا فيوز اسمه. وكل ما الآلة غليت إلى عدة فيوزات، فبدل ما نحرق الجهاز نجيب حقه 50 مليون، هالوصلة يلي ضعيفة لما بيجي التيار مرتفع بالسيخ يعني بينقطع التيار. فأنا بقول كما أن الإنسان أغلى مخلوق عند الله عز وجل، ففي عنده كثير فيوزات، هالفيوزات ضمان لسلامته. إن الإنسان خلق هلوعا، هذا الهلع فيوز، يعني لو ما يخاف الإنسان ما بيتوب، بيلاقي هنا كتلة بيقول بسيطة عادية، يروح على الطبيب اللي بدها خزعة، قلق، أخذ خزعة، راحت لبريطانيا، رجعت ورم خبيث. يعني كلمة ورم خبيث يعني انتهى. الله عز وجل لحكمة بالغة جعل أبسط مرض وهو الرشح وأخطر مرض وهو السرطان ما له حل، ما في حل، يصيب الصغير والكبير والذكر والأنثى وبأي مكان، بالجلد، بالعين، بالدماغ، بالعظم، أي نسيج بالإنسان معرض لورم خبيث. ما الورم الخبيث؟ نمو الخلايا عشوائي، نمو غير منضبط، تنمو الخلايا، وحتى هذه اللحظة ما في دواء. فالله عز وجل هيك بالتعبير المعاصر تحدى خلقه بهذين المرضين. الرشح ما في دواء، وكل أدوية سمعتوا عنها للرشح بيشفى بعد 7 أيام، والرشح بينتهي بعد 7 أيام، لأنه أخذ دواء أو ما أخذ دواء. فإن الإنسان خلق هلوعا، يعني الله عمل له نقطة فيوز، نقطة ضعف. لولا هذه النقطة ما في توبة، مين بيتوب؟ خاف، ما دام في ورم في مشكلة. والله عز وجل، يعني هي الطاولة التي أمامي، هي الطاولة مستعملة لأوزان لا تزيد عن 5 كيلو كلها، بس أنا متأكد لو وقفوا 2 هون واثنين هون واثنين واثنين، 8 أشخاص بتحملهم. إذا كان الشخص وزنه فرضاً 100 كيلو، تحمل هي 800 كيلو، بس تستخدمها ل10 كيلو، معناها في عندها بعد في استخدامها 1000 ضعف عن استعمالها. واضحة تمام؟ كان ممكن أي عضو بالإنسان، قلبه، رئته، عظامه، جلده، عضلاته، دماغه، يكون في أبعاد 1000 ضعف عن استعماله، ما في مرض، التغى المرض. يعني في عندنا عبارة دقيقة أن الله عز وجل واجب الوجود، لكن ما سواه ممكن الوجود. معنى ممكن أن يكون
أو أن لا يكون. المرض ممكن أن يكون مرض، ممكن أن لا يكون أصلا. هلأ ممكن إذا كان على ما هو كائن أو على خلاف ما يكون، فالمرض ممكن ما يكون في مرض. طيب ممكن يكون الكفار في كوكب والمؤمنون في كوكب، ما بقى في حروب، ما في اجتياح، ما في استعمار، ما في طغاة، كله التغى. إذا وضع المؤمنون في كوكب والكفار في كوكب، يا أخي كوكب واحد بس كل فئة بقارة، أمريكا كلها للعصاة والمذنبين، والآسيا وشرق آسيا للمؤمنين. ممكن في قارة، ممكن في كوكب، ممكن في حقبة زمنية القرن العشرين للكفار، 19 للمؤمنين مثلا. يعني ممكن الله واجب الوجود، أما ما سوى ممكن الوجود. لكن شاءت حكمة الله أن نعيش معا على أرض واحدة وفي زمن واحد، لأن الإيمان يحتاج إلى تحدي. إذا ما في قوى تعارضك الإيمان ما له قيمة. أما العالم كله مع الكفر الآن، كله مع الكفر. تآمن أنت بتصير غريب لحالك، لكن أيام غريب بين المسلمين غريب. إذا واحد امتنع عن صفقة فيها ربا، شو مجنون؟ يقال له مجنون من المؤمنين، ضعاف الإيمان طبعا. إذا كان صح له مكسب في معصية وتركه، يتهم بعقله. فأنت غريب بين الناس، والمؤمنون غرباء بين الناس، والأتقياء غرباء بين المؤمنين. وكل ما تفوقت بتصير غريب ضمن فئة معينة. بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. إن الإنسان، وانتبه لهالنقطة، أي كلمة إنسان بالقرآن وردت معرفة بأل تعني الإنسان قبل أن يعرف الله، بتعبير شعبي خامي، لساته خامي. قبل أن يعرف الله هلوع. يعني قال له الطبيب معك ورم، لكن ممكن يمد معك هذا 4 أشهر، فيك تعيش 4 أشهر. هيئ نفسك، يعني اعمل وصية. ثاني يوم مات، ما تحمل. ثاني يوم مات. شو واحد يسمع أنه في ورم معه، شو بصير فيه؟ إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى هلوع؟ الله شرحه، قال إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. بالشر جزوع بيفرط، وبالخير منوع. يعني مرة قال لي طبيب قلب، أيام بيأخذ النبض، بيسمع المريض خبر سيء عن صحته، بيطلع النبض ل 120 رأسا. يعني النبض متعلق بالقلق. فأيام يمتحن النبض أول شيء 80، مستقر نفسيا، صار في قلق 120 ل 180 بصير النبض. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يعني بيكون مع الإنسان، والله لا أبالغ، معه أموال بتكفيه يعيش 200 سنة، بتلاقيه قتور بخيل. كيف في عندنا مرض اسمه ورم خبيث، مرض عضال ينتهي بالموت. دققوا ولا أبالغ، في مرض خبيث يصيب النفس، ألا وهو الشح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تلاقي بخيل يتمنى أولاده موته، إن شعر بوعكه وجاءوا له بالطبيب
إذا قال لهم الطبيب عرضية بينزعجوا انزعاج ما له حدود، يريدونها قاضية بدهم يخلصوا منه. فأنا بقول كلمة سامحوني فيها، أنت تعرف بالضبط أن الذين حولك يتمنون بقاءك أم موتك؟ بطولتك أن يتمنى كل من حولك بقاءك، وأخطر شيء بالحياة أن يتمنى من هم حولك موتك. وسبحان الله البخيل كل من حوله يتمنى موته، بيرتاحوا بيتبحبحوا، بتلاقي عم بيقدر لمن المال؟ المال لمن؟ لهم، بدك تكسبهم بحياتك، بدك تسعدهم بحياتك. عنده 12 والله شخص في ريف دمشق عنده 12 بناية، وأنا والله ساعدته بشراء بيت. والده عنده 12 بناية، بده يتزوج ما بيعطيه بيت، لك ابنك، لك أنت بني. أنا والله ساعدته بشراء بيت بدوما، أحد طلابي يعني ما في، بده يتزوج ما في بيت عنده، وأبوه عنده 12 بناية، لك أعطيه بيت منه. يا أخوان هيك نصيحة لوجه الله، لك أنفق مالك بحياتك، لك كل من حولك بيحبك. إنه متى ما إنسان مات، من هو أشقى الناس؟ من عاش فقيرا ليموت غنيا. عاش فقير ليموت غني. وفي عندي قصص بحياتي الدعوية لا تصدق، لك معه أموال لا تأكلها النيران، بيقتر تقتير غير معقول. فأنا بقول سامحوني بالكلمة، البخيل معه مرض خبيث بس بنفسه، معه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. خلي الأولاد يتمتعوا بحياتك، الله يخلي لنا إياك يا بابا، خلي بقاءك محبوب عند من حولك. وأنا بقول كلمة ثانية دقيقة، أول مصطلح، بطولتك أن يتمنى أولادك بقاءك. والشيء الثاني دخولك للبيت وخروجك منه. في أشخاص إذا دخل للبيت صار في عيد بالبيت، الصغار والكبار بيتهافتوا على يديه يقبلونها، بيعانقوا، الصغار بيبوسوه. وفي أشخاص إذا كان طلع من البيت صار في عيد. فالبطولة أن يكون العيد في دخولك لا في خروجك. فالأب القاسي كلام قاسي، بتقول له أنت غبي، أنت عارفان شو عملت معه، أنت أورثته عقدة حتى الموت. غبي، قال له أبوه أنت غبي، فما بيدرس. أنا أبي غبي، ما بتنقال غبي إطلاقا، ما في غباء الآن. النظرية الحديثة ما في غباء، في ذكاء يعني موجود عند كل الناس، بس ما في ظروف بيئية استثارته. وأيام إنسان بيكون شخص عادي جدا بيتفوق، فما في دمغة ثابتة على الإنسان. بس لما بيكون البيئة محفزة بتكون ذكي، وإذا البيئة مثبطة، يعني إذا كان أب ما تعلم، شو بدك تساوي الشهادة؟ بيتم بيحتقر أبوه العلم حتى يزهده بالدراسة كلها. وفي أب والله بعرف أب ابنه عمره يمكن شيء 12 سنة، قال له أنت يا ابني آخرتك طبيب. وفي عندنا خطاط بالشام، أول خطاط بالشرق الأوسط اسمه بدوي، بيكتب فارسي شيء عجيب. قال له هذا الخطاط مصابي حماسي، أخذك لعنده تكتب بطاقة الدكتور فلان اسمه خالد الطائر، لوحة نحاسية كبيرة، الدكتور خالد كذا، نسيان كنيته الآن أنا. حطوا له إياه بغرفة نومه، بفيق الطفل صباحا الدكتور فلان، بينام الدكتور فلان، صار دكتور، ودكتور يختص باختصاص نادر وله دخل فلكي الآن. يعني هي لقطة من اللقطات. لا تقول له أنت ما بتفهم، أنت غبي، لا سمح الله حمار. هي كلمات بتحطم، لا تحكيها إطلاقا مع أولادك، شجعهم. عالم كبير معنا بالرابطة علماء الشام
مرة هو من حمص قال لي أنا سبب نجاحي وتفوقي جدي. قلت له شلون؟ قال لي ماشي أنا مع أبي، كنت عمري شي 5 سنوات، قال له يا ابني عينك على فلان، عبد الكريم اسمه، قال له هذا آخرته دكتور. هالكلمة شو كلفته الجد؟ عينك على ابنك عبد الكريم آخرته دكتور، وصار دكتور. أنت عندك أحفاد لك دور معهم كبير جدا. فيا أخوان شجعوا الناس، لا تسرطوهم. هالكلمات اللي بيقولها العوام ما بتفهم، حمار لا سمح الله، دب، هالكلمات تقال كل يوم 100 مرة. شو الكلام هذا؟ ابنك هذا لك إذا كان يعني هو كذلك تبي جابوه بعد التهمة ترجع لك بالنهاية. فانتبه لكلامك، خلي كلامك منضبط بالبيت. والله بعرف يعني بيوت وإن شاء الله نكون منهم، إني 30-40 سنة ما في كلمة واحدة بذيئة بالبيت. لما بشوف الطفل أبوه ما حكى ولا كلمة بذيئة ولا سب حدا، بتلاقي بينضبط الأب. نوع من التربية السلبية، ما بتحكي ولا كلمة. هالبيت ما انطرحت فيه طرفة فاحشة، ما في كلمة بذيئة بالبيت كله. هذا الطفل ما سمع كلام بذيء من أبوه ولا من أمه، بتلاقي كلامه منضبط بصير. أما كل ما قام إيده على رجله هالكلمات البذيئة لأولاده، ما بصير هيك. بتمنى هالنقطتين، إن فتت لبيتك يكون عيد، وإن طلعت منه يكون شيء مؤلم جدا. وبتمنى الثانية، يتمنى أولادك بقاءك مو وفاتك. أنفق ما يلي عندك. هلأ أنا عفوا يمكن ما بتصدقوا، معي بالشام 30-40 وصية ولم تنفذ واحدة. والله بعرف واحد ترك 4 بنايات من إخواني هو، وكل بناية 4 طوابق، وكل طابق 4 شقق. كم بيت عنده؟ عن الوصية عن طريقي 25,000 ليرة تنفق بعد وفاته. والله ما أنفقوها، ما سخروا عليه ب25,000. اوعك تكون تحت رحمة أولادك، اوعك، وأنت حي أنفق مالك. طبعا لك حق تنفق ثلث مالك، أنت ثلث مالك تنفقه، وهذا خارج هي الوصية الثلث. النبي قال الوصية الثلث، ما بدك تخليهم فقراء، لا ما بيجوز. بس أنت عندك أموال، مسمح لك بحياتك أن تنفق الثلث. أعمال بر، جمعية خيرية، ميتم، أنشأت ميتم، معهد شرعي، في أعمال هذا يسموها أعمال غير منقطعة مستمرة. أسست معهد شرعي، كل طالب دخل للمعهد وتعلم الشرع وصار خطيب جامع ليوم القيامة بصحيفتك. ألفت كتاب كلفك، هالكتاب والله مرة فتحت القرطبي تفسير، هذا مؤلف قبل 1000 سنة، يمكن ما في خطيب ما عنده القرطبي بعتقد. كتاب يتوزع بمئات الألوف، عالم جليل اتقى الله عز وجل ألف الكتاب. هذا الصدقة الجارية. يعني أنا عفوا بشاهد على الشاشة درس الشعراوي، وينه الشعراوي؟ من 10 سنوات ميت، كل يوم ينتفع بعلمه، كل يوم كل يوم كل يوم. أيها الإخوة الكرام، قد يتساءل الغارق في الذنب: أيتوب الله علي؟ أيقبل توبتي؟ أتغفر كل خطاياي؟ الجواب مما رواه الإمام مسلم في قصة إسلام عمرو بن العاص. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر الله لي. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ هذه بشارة النبي عليه الصلاة والسلام لكل تائب.
وروى الإمام مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، ولو تخبرنا ألنا كفارة؟ فنزل قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ثم يقول الله عز وجل: ومن تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والآية الثانية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة أن الذي يتردد في التوبة، أن الذي لا يجرؤ على أن يتوب، أن الذي يحجم عن أن يتوب عنده 5 مشكلات. إحدى هذه المشكلات إحساسه أن ذنبه أكبر من رحمة الله، والإحساس الثاني نقص في إيمانه بقدرة الله على مغفرة جميع الذنوب، وعنده ضعف في عمل من أعمال القلوب وهو الرجاء، وعنده عدم تقدير لمفعول التوبة في محو الذنوب. هذه الأشياء الأربعة أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب عنها القرآن. فالنقطة الأولى الإحساس بأن الذنوب أكبر من أن تغفر، يكفي قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ألست شيئا من هذه الأشياء؟ أليست ذنوبك شيء من هذه الأشياء؟ رحمتي وسعت كل شيء. وأما توهم العبد أن الإيمان بقدرة الله على مغفرة جميع الذنوب مهزوز عنده، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. وأما النقطة الثالثة أي أن ضعف رجائه بالله هو الذي حجزه عن التوبة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. وأما شعور المذنب أن التوبة لا تلغي ذنوبه، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. 4 أحاديث: الأول آية قرآنية: رحمتي وسعت كل شيء. الثاني: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. والثالث: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني تائبا غفرت لك ولا أبالي. وأما الرابع: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما الذي يقول ذنوبي لا تعد ولا تحصى، بماذا نجيبه؟ عن أبي سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب ولعله عابد، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ لكن انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد معهم. عالم أمره أن يدع بيئته التي يعصي الله فيها. البيئة أخطر شيء على المؤمن، إن عاش في بيئة أهل الشرك وفي بيئة أهل الكفر وفي بيئة العصاة وفي بيئة الفجار وفي بيئة المتفلتين وفي بيئة المستخفين سيسحبونه. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا العالم أمره أن يتحول عن الأرض التي عصى الله فيها إلى أرض يعبد الله فيها، وهذا مفهوم الهجرة في الإسلام، أن تتحول من بلد لا تستطيع أن تقيم شعائر الله فيها إلى بلد بإمكانك أن تقيم شعائر الله فيها. أيها الإخوة، فاعبد معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه ملك الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث الصحيح يملأ نفس المذنب ثقة بأن الله يغفر له. نعم. العبرة أن تكون واثقا من أن الله ينتظر توبتك، بل إن الله يريد أن يتوب عليك، بل إن الله يحبك إذا تبت، إنه يحب التائبين. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء الذين فعلوا السيئات إذا تابوا إلى الله توبة نصوحة يبدل الله سيئاتهم حسنات، كما قال الله عز وجل: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من معاني هذه الآية تبديل الصفات السيئة بصفات حسنة. كان بخيلا فصار كريما، كان متفلتا فصار منضبطا، كان وقحا فصار حييا، كان جبانا فصار شجاعا، كان جاحدا فصار منصفا. من معاني هذه الآية أن الله يبدل سيئاتهم حسنات. وقد ورد عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي طويل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ هرم قد سقط حاجباه عن عينيه وهو يدعم على عصا، حتى قام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة، أي لا صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها، وأنه لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم أي أهلكتهم، فهل له من توبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فهل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن.
أيها الإخوة، التوبة في حقيقتها عمل بالقلب وعمل بالجوارح، فأما عمل القلب هو الندم والعزم على عدم العودة، وأما عمل الجوارح تكون بفعل الحسنات وترك السيئات. وهناك ما يسمى بصلاة التوبة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو بكرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. هذا في صحيح الترغيب والترهيب. يؤكده قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيها الإخوة، ورد روايات أخرى لهذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين لا يسهو فيهما ولا يحدث فيهما نفسه يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ونسمي هاتين الركعتين صلاة الاستغفار. رحمة الله واسعة، الله عز وجل ينتظرنا أن نتوب إليه ويفرح بنا إذا تبنا إليه. ولله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. أيها الإخوة الكرام، سيدنا عمر حينما أحس بخطئه في مناقشته رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية ماذا قال؟ قال: فعملت لذلك أعمالا صالحة لتكفير الذنب. معنى ذلك إذا شعرت أنك أذنبت وأنك تبت من هذا الذنب، إن أردت أن ترقى إلى الله فلا بد من عمل صالح يرمم هذه الفجوة التي أحدثتها ذنوبك. فلذلك وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. بعضهم يقول: كنت مع الناس على علاقة طيبة، فلما عزمت على التوبة جاءت المضايقات من كل حدب وصوب. وهذه حقيقة، ذلك أن الشيطان حينما يرى الإنسان غارقا في المعاصي والآثام يدعه، أما إذا عزم على التوبة يشمر ويأتيه. والدليل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لمجرد أن يسيروا في طريق الاستقامة والتوبة الشيطان يشمر ليقترف معركة يائسة لإعادته إلى صف الفجار والكفار. لذلك: ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان يقعد لهذا الإنسان طريق التوبة في أوله، يشككه بعقيدته، يسأله أسئلة إبليسية، يزين له ما قبل الإسلام. ولآتينهم من بين أيديهم يزين له ما في العصر من حضارة ومن تقدم ومن ازدهار ومن حرية ومن اختلاط، وأن المرأة نصف المجتمع يزين له. ومن خلفهم وقت عبادة الأوثان، زمن الجاهلية. وعن أيمانهم يأتيه بالوسواس: لم تتقن شدات الفاتحة إذا صلاتك غير مقبولة باطلة، لم تفعل كذا عملك غير مقبول. طبعا لا بد من أن نحسن قراءة القرآن، لا بد من أن نتلوه تلاوة مقبولة. أما حينما
يأتي الشيطان ليهدر عمل الإنسان بسبب بسيط، هذه وسوسة الشيطان، هذه عن أيمانهم وعن شمائلهم يدعوه إلى المعاصي والآثام، ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. دائما يشكو الإنسان دنياه وقد يكون غارقا في نعم لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة الكرام، لذلك سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقد يكون الشيطان من البشر، بل إن تقديم شياطين الإنس على شياطين الجن إشارة إلى أن شيطان الإنس أشد مكرا من شيطان الجن. شيطان الإنس يدعوك إلى معصية، يدعوك إلى ألا تنفق، أن تبخل، يدعوك إلى أن تكره من أحلت لك ويزين من حرمت عليك. هذا من فعل الشيطان. فحينما تشعر أنك مدفوع إلى معصية، هذا وسواس الشيطان. إلى أكل حقوق الآخرين، هذا وسواس الشيطان. إلى الإيقاع بين مسلمين، هذا من وساوس الشيطان. إلى أن تشتهي امرأة لا تحل لك، هو من وسواس الشيطان. إلى أن تبخل وألا تنفق، هو من وسواس الشيطان. ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت هو القرآن. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الآن دققوا: وما كان لي عليكم من سلطان أبدا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. كنت أضرب على هذه الآية مثلا موضحا: إنسان يرتدي أجمل الثياب، فنزل في حفرة مياه سوداء مالحة أسيقة، وذهب إلى مخفر الشرطة ليشتكي، فسأله المحقق: على من تشتكي؟ قال له: على زيد. قال له: هو دفعك إلى هذه الحفرة؟ قال: لا والله لم يدفعني. طيب أمسكك ووضعك فيها؟ قال له: لا والله. أشهر عليك سلاحا وأمرك أن تنزل فيها؟ قال: لا والله. طيب لما تشتكي علي؟ قال: هو قال لي انزل فنزلت. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فقط فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان لا يوسوس إلا من يصغي له، لا يوسوس إلا من كان ضعيفا، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. نعم، إن سلخ من آياتنا عندئذ تبعه الشيطان. أيها الإخوة الكرام، الشيطان كالبعوض لا يأتي إلا على الأماكن القذرة، أما الأماكن النظيفة والأشخاص النظيفون ليس للشيطان إليهم من سبيل. أيها الإخوة الكرام، مهما فعل أهل الكفر والشرك والضلال لحمل إنسان على أن يعود إلى ما كان عليه، إذا استعاذ بالله واستعان بالله ليس لهم عليه من سبيل. قال تعالى: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شيء دقيق جدا هو أنه من أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، من أكبر الكبائر. المذنب مهما يكن ذنبه كبيرا ومهما تكن ذنوبه كثيرة
ينبغي أن يكون واثقا من مغفرة الله له إذا تاب، ينبغي أن يكون واثقا من رحمة الله به، ينبغي أن يرجو رحمة الله ويخشى عذابه. أما اليأس من رحمة الله، القنوط من رحمة الله، من أكبر الكبائر. أيها الإخوة، واحد يقول أنا أتوب، هل يجب علي أن أعترف بهذا الذنب؟ نجيبه: ليس بين العبد وبين ربه وسيط، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في القرآن الكريم آيات تزيد عن 10 آيات أو أكثر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. بين كل هذه الأسئلة وبين الأجوبة كلمة قل، يعني يا محمد أبلغكم بكذا، إلا آية واحدة: وإذا سألك عبادي عني، ما في قل، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا ليس في إسلامنا كله شيء اسمه اعتراف، لكن في اعتراف لله وحده. هذا الاعتراف ورد في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ابقى عزيز الجانب، ابقى موفور الكرامة، ستر الله عليك، استر نفسك. لكن في السجود في قيام الليل اعترف لله: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أنا والله أتألم أشد الألم ممن تاب الله عليه وبدأ يحدث الناس عن معاصيه قبل التوبة. لك لما؟ الله عز وجل أسبل عليك ستره وتاب عليك وتفضح نفسك. نعم. إذن ليس في ديننا ما يسمى بالاعتراف. شيء آخر في هذا الموضوع أنك إذا تبت توبة نصوحة أنسى الله حافظيك والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياك وذنوبك. أيها الإخوة الكرام، ذاق طعم التوبة من ستر نفسه. لكن في سؤال يتبادر إلى الذهن، أن هذه الغامدية التي اعترفت بذنبها لرسول الله وألحت عليه حتى أقام عليها الحد، هذا ليس حكما شرعيا، هذا موقف شخصي، لكنها تابت توبة تسع أهل بلدة بأكملهم. الحكم الشرعي: إذا تاب الله عليك ينبغي ألا تخبر من هو مكلف بإقامة الحد عليك أن يقام الحد عليك. لست مكلفا أن تخبر عن نفسك، وهذا خطأ يرتكبه بعض المسلمين. قرأت قصة أن مذنبا ذهب إلى إمام على علم قليل جدا، واعترف لديه بما ارتكب من ذنوب وطلب منه الحل. فقال هذا الإمام: لا بد، طبعا ببلد آخر، لا بد من أن تذهب إلى المحكمة الشرعية وأن تعترف أمام القاضي بهذه الذنوب التي توجب الحد، ثم تقام عليك الحدود، ثم ينظر في أمرك. فلما رأى هذا المسكين أنه لا يطيق تطبيق الحدود عليه، عدل عن التوبة ورجع إلى ما كان عليه. وهذا الذي يضع الحدود والقيود أمام التائبين هو يدفعهم ضمنا إلى ترك التوبة. هذا الذي يضع شروطا تعجيزية أمام التائبين يدفعهم دفعا إلى نقض التوبة. يجب أن تحبب التوبة للإنسان.
إذا تاب العبد توبة نصوحة نادى مناد في السماء والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. أيها الإخوة، الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تهدم ما كان قبلها. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج فرصة، وصيام رمضان فرصة، وقيام رمضان فرصة، والتوبة فرصة، والهجرة فرصة، كلها فرص تعود من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. فهؤلاء الذين يضعون شروطا تعجيزية أمام التائبين هم لا يعرفون الله عز وجل. الله عز وجل يريد أن يتوب عليكم، ينتظركم. هذه إرادتي في المعرضين، فكيف في المقبلين؟ ينتظر من هذا المذنب أن يتوب، يشجعه على التوبة، يزين له التوبة، يملأ صدره انشراحا بالتوبة. أيها الإخوة، حبب الناس إلى الله ولا تنفرهم من الدين. لا تكن منفرا، كن داعيا إلى الله عز وجل. وبطولتك مع المذنبين، هؤلاء المؤمنين التائبين المقيمين لشرع الله عز وجل، هؤلاء جميعا طرف واحد. أم عندها عدة أولاد، أحدهم شارد، قلبها مع من؟ مع الشارد. هؤلاء الذين أطاعوها واستقاموا على أمر الله عز وجل مطمئنة لهم، لكن قلبها يتألم لهذا الشارد. فمن استطاع أن يرد هذا الشارد إليها يكون قد فعل معها عملا لا يقدر بثمن. فأحد الشيوخ توفاهم الله وأنا والله أجلهم وأحترمهم قال: يا ابني، لا تجيب لي من جامع لجامع، جيب من ملهى لجامع. من جامع لجامع فتنة، لكن من مكان المعصية والفجور إلى الجامع رحمة. فيا أيها الإخوة، بطولتك مع الطرف الآخر، كن منطقيا، كن لطيفا، أره من الدين الشيء الذي يقبل عليه، عرفه برحمة الله. البطولة أن تكون زوجة من الطراز الأول، يمكن أن تسير بيتها إلى طريق الخير بما أوتيت من قوة. ليس هناك على وجه الأرض مؤمن لا يستطيع أن يكون قويا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لماذا إذا ذكرنا كلمة قوة لا يتبادر إلى أذهاننا إلا أن تملك سلاحا فتاكا؟ في أي مكان، في أي مجمع، الأمين قوي ومحترم ولا يستطيع أحد أن ينال منه. الصادق قوي، المتقن لعمله قوي، الخبير قوي، العفيف قوي. ما الذي يذل الرجال؟ شهوة البطن والفرج. يشترى الإنسان الضعيف بالمال والمرأة. فإذا امتنع المؤمن عن أن يضعف أمام شهوته وأمام رغبته في المال كان أقوى من الأقوياء. ليس مفهوم القوة أن تملك سلاحا فتاكا، قد تكون ضعيفا وأنت قوي. أيها الإخوة، دققوا في هذه الحقيقة. إن من الواجب علينا أن نبحث في كل مظنة ضعف عن سبب قوة كامنة فيه، ولو أخلص المسلمون في طلب ذلك لوجدوه، ولصار الضعف قوة، لأن الضعف ينطوي على قوة مستورة يؤيدها الله في حفظه ورعايته. فإذا قوة الضعف تهد الجبال وتدق الحصون. قال تعالى:
ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إن الحديث عن القوة النابعة من الضعف ليس دعوة إلى الرضا بالضعف، وليس دعوة إلى السكوت عليه، بل هو دعوة لاستشعار القوة حتى في حالة الضعف. ربما صحت الأجسام بالعلل، قد ينتزع المسلمون من هذا الضعف قوة تحيل قوة عدوهم ضعفا، وينصرهم الله نصرا مبينا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أيها الإخوة الكرام، من مبادئ هذا الدين الأصيلة أن نفتخر بهذا الدين وبتعاليمه، وأن نتشرف بأن جعلنا الله من المسلمين. فمن لم يتشرف بالدين ومن لم يفتخر بكونه من المسلمين ففي قلبه شك وقلة يقين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإنه يا محمد لذكر لك ولقومك. هذا القرآن يرفع ذكركم، وهذا القرآن يرفع ذكر أقوام سيأتون من بعدكم، وإن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يا رب، كيف نضل في هداك، وكيف نذل في عزك، وكيف نضام في سلطانك، وكيف نفتقر في غناك. أيها الإخوة، في بلد عربي أتت ضيفة إلى هذا البلد فاستقبلها الوزير المماثل لها، ومعه فريق من كبار الموظفين، كان أحدهم ملتزما فلم يصافحها، فعدم مصافحتها أغضب الوزير إغضابا شديدا ونهره وعنفه. لكن هذه الضيفة سألت عنه في طعام الغداء: أين هو هذا الذي لم يصافحني؟ فجاءوا به. سألته: لماذا لم تصافحني؟ قال: لأنني مسلم، ولأن ديني يمنعني أن أصافح امرأة أجنبية، وأنت امرأة أجنبية. فقالت لمضيفها: لو أن المسلمين أمثال هذا لكنا تحت حكمكم. لا تستحي بإسلامك، هذا دين الله. لا تستحي بقرآنك، هذا كلام الله. لا تستحي بنبيك، هذا سيد خلق الله. البطولة أن تظهر عظمة هذا الإسلام، البطولة أن تطبقه، لا أن تنادي به وأنت مخالف له. أذكر قصة رويتها كثيرا لكنها مناسبة أن أذكرها الآن. شاب عاش في بلد غربي، أحب فتاة وتعلق بها تعلقا شديدا، فلما استأذن والده للزواج منها أقام عليه النكير وتوعده أن يتبرأ منه وأن يحرمه من الإرث. فلما سأله ثانية: يا أبت، لو أنها أسلمت أتوافق؟ قال: أوافق. أعطاها كتبا مترجمة إلى اللغة الإنجليزية عن الإسلام لتقرأها، فإن أسلمت تزوجها بموافقة أبيه. طلبت منه إجازة كي تقرأها بعيدة عن ضغوطاته، ومضت هذه الإجازة وهي 4 أشهر كأنها 4 سنين. فلما انتهت الإجازة وقرأت الكتب أعلمته الخبر، وكان كالصاعقة اختل توازنه من الفرح. قالت: لقد أسلمت. ثم تابعت قولها: ولكنني لن أتزوجك لأنك في ضوء ما قرأت لست مسلما. هذا واقع المسلمين، يرفعون شعارات الإسلام، لكنهم على المحك اليومي
ليسوا مسلمين، وهذا سبب ضعفهم. وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. أيها الإخوة الكرام، بإمكان كل واحد منكم أن يكون قويا إذا أتقن تحصيله الدراسي. أيها الشباب، أيها الصغار، إذا كنت الأول محترم. سألوا طالبا نال الدرجة الأولى على القصر كله في الشهادة الثانوية، سألوه في صحيفة يومية: بما نلت هذا التفوق؟ فأجاب إجابة تعد درسا، قال: لأن لحظة الامتحان لم تغادر مخيلتي طوال العام. وأي مسلم إذا تذكر يوم القيامة يوم يلقى الواحد الديان فكل عمل يعمله يسأل نفسه: أيرضي الله هذا العمل؟ إذا عندئذ تتفوق. مرة ثانية، المستقيم قوي، والعالم قوي، والمتقن لعمله قوي، والعفيف قوي، والأمين قوي، وأسباب القوة بين أيديكم جميعا، ولا أحد في الأرض يمنعك أن تكون قويا. ولكن الشيطان يمنعك أن تكون قويا، لا يمنعك بقوته بل بوسوسته. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أحد أكبر زعماء قريش كان عند رسول الله، جاء ابن أم مكتوم الأعمى، والقصة عندكم معروفة. هؤلاء الجبابرة كأن الله سبحانه وتعالى يلفت نظر النبي عليه الصلاة والسلام، هو يعتب له ولم يعتب عليه. هؤلاء الجبابرة الذين أتوك تستقبلهم، أما هذا الأعمى فقد أعرضت عنه، فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى هذا الذي جلست معه. أيها الإخوة، ما الذي كان؟ أن هذا الأعمى الضرير الضعيف الفقير لكنه مؤمن أتى النبي مرة ثانية فقام له صلى الله عليه وسلم وعانقه وفرش له رداءه وقال له: مرحبا بالذي عاتبني به ربي. هذا الأعمى الضعيف الفقير أتى داعي الكفاح، وارتفعت راية الإسلام في يد عمر رضي الله عنه، ونودي بالنفير إلى القادسية لمعركة فاصلة مع آل كسرى وآل رستم، فكان عبد الله ابن أم مكتوم من المجاهدين. قيل له: إنك معذور، أنت أعمى. قال: لا والله، يقول الله: انفروا خفافا وثقالا. فلما حضرت المعركة سلموه الراية فوقف مكانه حتى قتل، فكان قبره تحت قدميه رضي الله عنه وأرضاه. من هو القوي؟ هذا الفقير الضعيف الضرير، وذاك العملاق الكبير الذي لفت الله عز وجل نظر نبيه: أن دعك وشأنه، لا تحفل به، احفل بهذا، فأنت إذا آمنت قوي عند الله. أيها الإخوة الكرام، دخل سليمان ابن عبد الملك الحرم المكي ومعه الوزراء والأمراء والحاشية والجيش، فقال: من عالم مكة؟ قالوا: عطاء بن أبي رباح. قال: أروني عطاء هذا. فأشرف عليه فوجده عبدا كأن رأسه زبيبة
مشلولا نصفه، أزرق العينين، مفلفل الشعر، لا يملك من الدنيا درهما ولا دينارا. فقال سليمان: أأنت عطاء بن أبي رباح الذي طار ذكرك في الآفاق؟ قال: يقولون ذلك. قال: بماذا حصلت هذا العلم؟ قال: بمتابعته 30 عاما حتى تعلمت العلم. قال سليمان: يا أيها الحجاج، لا يفتي في المناسك إلا عطاء. حصل أن اختلف سليمان وأبناؤه في مسألة من مسائل الحج، فقال: دلوني على عطاء بن أبي رباح، فأخذوه إلى عطاء وهو في الحرم والناس عليه كالغمام، فأراد أن يجتاز الصفوف ويتقدم إليه وهو الخليفة، فقال عطاء: يا أمير المؤمنين، خذ مكانك ولا تتقدم الناس، فإن الناس سبقوك إلى هذا المكان. فلما أتى دوره سأله المسألة فأجابه، فقال سليمان لأبنائه: يا أبنائي، عليكم بتقوى الله وعليكم بالتفقه في الدين، فوالله ما ذللت في حياتي إلا لهذا العبد، لأن الله يرفع من يشاء بطاعته وإن كان عبدا حبشيا لا مال له ولا نسب، ويذل من يشاء بمعصيته وإن كان ذا نسب وشرف. ألم يكن هذا العبد الحبشي الذي رأسه كالزبيبة قويا؟ جاء هشام بن عبد الملك فحج البيت الحرام، فلما كان في الطواف رأى سالم بن عبد الله بن عمر الزاهد العالم العارف وهو يطوف وحذاؤه في يديه وعليه عمامة وثياب لا تساوي 10 دراهم. فقال له هشام: يا سالم، أتريد حاجة أقضيها لك اليوم؟ قال سالم: أما تستحي من الله، تعرض علي الحوائج وأنا في بيته؟ فاحمر وجه الخليفة، فلما خرج من الحرم لقيه، قال: هل تريد شيئا؟ قال: أمن حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال: أما حوائج الآخرة فلا أملكها، لكن أملك حوائج الدنيا. قال: والله الذي لا إله إلا هو، ما سألت حوائج الدنيا من الذي يملكها تبارك وتعالى، فكيف أسألها منك؟ ألم يكن هذا العالم قويا أمام الخليفة؟ الاستقامة قوة، النزاهة قوة، الصدق قوة، الأمانة قوة، العفة قوة، العلم قوة. أيها الإخوة الكرام، سيدنا عمر يخرج لاستلام مفاتيح بيت المقدس، فيخرج له الناس ويستعرض الجيش المسلم بقيادة أمرائه الأربعة تحت راية أبي عبيد الله، يستعرضون له في الجابية، فلما أشرف عليهم قال: لا إله إلا الله، ثم قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ثم أمر الكتائب والجيوش أن تتفرق، فيدخل مسكنه في تواضع وفي هدوء. فلما اقترب الأمراء منه قال: تفرقوا عني، أين أخي أبو عبيدة عامر بن الجراح؟ فتقدم أبو عبيدة فعانقه وبكى طويلا، فقال عمر: يا أبا عبيدة، كيف بنا إذا سألنا الله يوم القيامة ماذا فعلنا بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، تعال نتباكى ولا يرانا الناس. فانحرفنا عن الطريق والجيوش تنظر إليهما، الأمراء والقساوسة والرهبان، فاتجهنا إلى شجرة ثم توقفنا عندها وبكينا. إذا كنت مع الله كان الله معك، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. يا رب، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ يقول رستم قائد فارس وتحت يديه 280,000 من الجنود،
يقول لسعد بن أبي وقاص القائد المسلم: أرسل إلي من جنودك رسولا أكلمه. فأرسل له سعد رضي الله عنه ربعي ابن عامر وعمره 30 عاما من فقراء الصحابة. قال سعد: اذهب ولا تغير من مظهرك شيئا، لأننا قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فخرج ربعي بفرسه وثيابه ورمحه البسيط، فلما سمع رستم أن وافد المسلمين سوف يدخل عليه جمع حوله الأسرة الحاكمة والوزراء والجنود، واستعدوا لأن يرهبوا هذا الوافد عله يتلعثم فلا يستطيع الكلام. فلما جلس رستم قال: أدخلوه علي. فدخل بهذه البساطة التي ما بعدها بساطة، ليظهر لهم أن الدنيا حقيرة وأنها رخيصة وأنها لا تساوي عند الله شيئا. أيها الإخوة، لما وقف أمامه قال: اجلس. قال ربعي: ما أتيتك ضيفا حتى أجلس، وإنما أتيتك وافدا. فقال رستم والترجمان بينهما: ما لكم أيها العرب؟ ما علمنا قوما أذل ولا أقل منكم للرومان حضارة ولفارس حضارة، أما أنتم فأهل جعلان تطاردون الأغنام والإبل في الصحراء، فما الذي أتى بكم إلينا؟ قال ربعي: نعم أيها الملك، كنا كما قلت وزيادة، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام، يقتل القريب قريبه على مورد الشاة، حتى بعث الله فينا رسولا ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، من جور الأديان إلى عدل الإسلام. فغضب رستم، وللقصة تتمة رائعة. ما هذه القوة؟ أعرابي فقير يواجه قائد جيش يعد قريبا من 300,000. أيها الإخوة الكرام، وفي الصباح الباكر تمت المعركة بين مجموعة بداة في الصحراء وبين أقوى دولة وقتها. الآن كي نفهم، تصور دولة صغيرة جدا. والله أنا لا أصدق أن يبر الإنسان أمه وأباه ولا يكافأ في الدنيا قبل الآخرة. الله وكيله. حتى لو لم يكن مؤمنا في الدنيا قبل الآخرة، مو شرط. في بر الوالدين يفتح له النجاح في الدنيا. نعم، في الدنيا قبل الآخرة. نعم. الله يفتح عليكم يا دكتور، الله يجزيكم الخير. ولا بعرف إنسان عنده 5 أولاد، صار بإصبعه بقدمه سويداد، يعني قرقرين. فجابه الطبيب قال له: بدي أقطع فورا، إذا اليوم نقطع الباهم، بعد جمعة بدنا نقطع القدم، بعدين الركبة، بعدين الفخذ. فأني 5 أولاد، أحدهم قال: لا، في إلى حل دكتور، بس شافوا أنه الابن انزعج انزعاج كبير لا يحتمل من قطع باهم والده. قال له: شوف يا ابني، في احتمال ب100 3، بدها حمام يومي 3 مرات باليوم مع أدوية معينة، في احتمال ب100 3 تنفذ. الأب ساكن أنا بالشام بالمهاجين جادة ال5، ابن بمزرعة ساكن، بيطلع الساعة 5 كل يوم، بيطلع بيعمل حمام لباهم رجل والده، وفي أدوية معينة، بيرجع عنده وظيفة الساعة 8، بيطلع الساعة 3 مرة ثانية، وبيرجع عنده بعد ظهر دوام، بيرجع بالليل. 6 شهور. الله وكيلك، في قصة صعب تصدقها. هذا الابن بعد فترة الله وفقه بعمل تجاري، صار معه مليارين. سبحان الله. مليارين، واخواته جوعانين. سبحان الله. الله بكافئ بالدنيا قبل الآخرة. لكن الأب الشاب بقوته، بصحته، بمكانته، بدراسته، بمنصبه، ما بيحتاج لابنه إطلاقا. الآية فيها ملمح دقيق: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما.
الملمح الأدق: فلا تقل لهما أف لو أن في اللغة كلمة أقل من أف لقالها الله عز وجل. ما في أقل من أف، يعني أف مو كلام، زفير بصوت زفير بصوت. العلماء حملوا على هذه الكلمة 30 حالة تقريبا. خبط الباب مثل أف، أن تحد النظر بأبيك كأف، أن تقبل توجيهه بتبرم أف. 30 حالة العلماء حملوا على كلمة أف. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الآن قد يسأل سائل: الابن مؤمن، الأب غير مؤمن، ممكن. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا القسوة بالكلام مرفوضة بكل الأحوال، مصاحبة بمعروف. والله عز وجل إلي أنا رأي، وأتمنى للإخوة المستمعين والمشاهدين: ما من عمل طيب يعجل لصاحبه في الدنيا كبر الوالدين. ما من عمل طيب في الإسلام يعجل لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة إلا بر الوالدين. يعني إن بررت أباك وأمك برك أولادك. والعملية دين ووفاء. بقدر ما تعامل أمك وأبيك يأتي جيل يعاملك كما عاملت أمك وأبيك. لي صديق بمصر حدثني عن قصة عجيبة جدا. يعني أب من عامة الناس، ما له ولا ميزة إطلاقا، لا يعني علم عميق ولا دين ولا انضباط ولا ولا ولا، لكن تقدم به السن ووجد الناس من بر أبنائه شيء لا يصدق، شيء عجيب. يعني هو إنسان أقل من عادي بالتزامه بانضباطه بدينه بعباداته. بحث الموضوع بحث دقيق، فكان الجواب: كان برا بأبيه ففتحت له أبواب الدنيا. أبدا. أنا أقول للإخوة المستمعين والمشاهدين: يعني بر الوالدين له عند الله عطاء لا يوصف. وهذا العمل يرقى إلى مستوى العبادة. الله يفتح عليكم يا دكتور. طيب شيخنا الكريم، في ظل فرضية بر الوالدين وأمر الله سبحانه وتعالى لكل الناس ببر آبائهم وأمهاتهم، حتى وإن طلبوا منهم الكفر فعليهم أن يكونوا رفيقين في رفض هذا الطلب. ولا أظن اليوم أب أو أم يطلب من ابن الكفر. لا لكن يعني في العالم الإسلامي مو واردة إطلاقا. إلا حالات نادرة جدا بيكون أب ملحد مثلا. صحيح. مع ذلك أمرنا بالرفق في التعامل معهم. الآن دكتور، يأتي سؤال: حينما يختلف رأي الآباء والأبناء في كثير من القضايا، كيف يفترض أن يكون التعامل مع هذا الاختلاف؟ بس أنا أتمنى قبل أن أجيب عن هذا السؤال أن الآباء الكبار العقلاء المتفوقين ما بيتدخلوا بالشؤون الشخصية الخاصة جدا لأولادهم. ربوا أولادكم وأحسنوا إليهم فإنهم خلقوا لزمن غير زمنكم. يعني مثلا الأب عاش عمر مديد بدون كمبيوتر، تمام، ما له قناعة فيه. الآن أداة دقيقة جدا الكمبيوتر. طلب الابن من أبوه كمبيوتر. زمان ابنك غير زمنك. ربوا أولادكم وعلموهم فإنهم خلقوا لزمن غير زمنكم، لكن لا بد من ضبطه. إذا ما انضبط في مشكلة كبيرة جدا، له أخطار لا تنتهي. هي الشاشة والكمبيوتر والآيباد هي كلها أشياء حيادية، ممكن تكون أخطر أداة بيد الإنسان، أخطر أداة، مثل السكين تقشر بها الفاكهة فتأكلها أو تذبح بها إنسان. أداة ذات حدين، لذلك لا بد من ضبط. الآن شيء مضطر أن أقوله:
في فرق بين القمع والتربية. فرق بين أن تبني عنده الوازع الذاتي أو أن تكون قامع خارجي. فإذا أنت ربيت الوازع الذاتي، لو سافرت منضبط، لو غبت منضبط. يعني في أشخاص في حضور أبيهم منضبطون، بيخافوا لأنه الأب قاسي جدا، فإذا سافر خرقوا هذا الانضباط. نعم. فإذا مات ألغوا هذا الانضباط كليا. فالبطولة لا ينضبط من حولك بوجودك بل بغيابك. بوجودك قمع، بغيابك اقناع. نعم. لذلك قالوا أقنع ولا تقمع، أقنع ولا تقمع. نعم. وفي حالة الاختلاف دكتور، كيف يفترض على الأبناء أن يتعاملوا، وكيف يفترض على الآباء أيضا أن يديروا الخلاف؟ تأتي الحكمة. يعني الأب تكلم كلام غير صحيح، والله يا أبتي ما أنا والله أتعلم منك الكثير، بس في وجهة نظر ثانية، مو ملك فهمان، مو غلطان، وجهة نظر ثانية. هاي العبارات لا تقال للأب. لا تقال. نعم. في عبارات لطيفة جدا ما بتجرح. في وجهة نظر ثانية، في بحث جديد لم يكن من قبل، يعني ثبت. من حق الابن أن يعترض على صواب ما يقول الوالد، أبداً لكن أبداً. المعيار في أدبه في الاعتراض. الأدب سيدي. الأدب ماذا يعني يا دكتور؟ بني نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك. الله. الأدب ماذا يعني دكتور؟ اختيار الكلمات، نبرة الصوت. أول شيء الوقت. يعني وقت مثلا بيكون الأب جاي غضبان، هو غاضب، إياك أن تقدم له شيئا، اسكت. أيام الصمت هو الحكمة. نعم. غضب، اسكت. هو في بعض الأشياء أنه أنت كنت غضبان واقف جليس، جالس وقف، بالبيت اطلع من البيت، غير الجو. فإذا في غضب صار في استفزاز، يمكن الأب يتكلم كلمة الكفر دون أن يشعر من انفعاله. إياك أن تستفز أباك، أنت ابنه. بجوز أنه أنت درست تعلمت، هو فكره غير حديث مثلا، بس هذا أب، بيبقى أب. الأب أب والأم أم. فصفي الأدب بقى. يا بني نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك. فإذا الأدب كما تفضل دكتور، اختيار الوقت المناسب للكلام، والعبارة المناسبة، والعبارات، والحجم المناسب. حجم مناسب، ومحاضرة لأبوه، ونبرة الصوت. طبعا أنا كأني قريت بحث، يمكن في وجهة نظر جديدة. جميل. أنا حقدم لك إياه، بتقول له أنت هذا أعطيه مكتوب بيقرأ على مهله. هذا شيخنا لو كان هنالك اختلاف في وجهات النظر في المناقشة بقضية علمية أو سياسية. ماذا لو كان شيء مرتبط في مصير الإنسان، مثلا في زواج البنت، أراد والدها أن يقنعها في وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. الشرك أنواع سيدي، في عنا شرك جلي، أن تعبد بوذا من دون الله مثلا، غير موجود في زماننا، ما عندنا عند العرب والمسلمين. نعم. في عنا شرك خفي. الحديث يقول أخوف ما أخاف على أمتي، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ما انتهت، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله، هذا هو الشرك الخفي. يعني شهوتك جعلتها إله. والدليل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. شهوتك فقط، مو موضوع عبادة إطلاقا، بتصلي والصوم أنت، بس في شهوة محرمة تفعلها وأنت مصر عليها، أنت الآن أشركت، هي خلاف المنهج. لذلك الله تواب، يعني ممكن تتوب 1000 مرة، بس ما في غير التوبة. يأتي الآن السؤال شيخنا، في حال تدخل الوالدين في القضايا المرتبطة بالحياة الشخصية للابن، كاختيار شريك الحياة، اللباس، الأصدقاء، التخصص، كيف نتعامل ونطرح هذا الملف بتوسع؟ أولا هل نسينا أن نطرح بتوسع بعد الفاصل حتى نعطي حقه الكامل بعد إذن فضيلتكم؟ إذا مستمعين الكرام، فاصل قصير ونعود من بعده على الهواء عبر أثير إذاعتكم حياة FM لمواصلة حوارنا مع فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب نبيل سعان، حدود بر الوالدين، فابقوا بالقرب.
من جديد وعلى الهواء عبر أثير إذاعتكم حياة FM مباشرة. نواصل نحن وإياكم مشوارنا في طلب العلم مع فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. حياكم الله شيخنا. بارك الله بكم ونفع بكم وعلى قدركم. حدود بر الوالدين هو عنوان لقائنا، تتابعونه كل خميس من الساعة 3 حتى 4 مباشرة بتوقيت الأردن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، ويعاد لذات الليلة في الساعة 11 مساء، وغدا الجمعة في 5 مساء. رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. شيخنا الكريم، قبل الفاصل كنا نتحدث عن الخلاف الذي قد ينشأ بين الابن والأب والأم فيما يرتبط في حياته هو كابن. يعني يسعى بعض الآباء لفرض رأيهم، سيطرتهم على الابن. أين يكمن حدود بر الوالدين وحدود الاستقلالية؟ قبل ما أجيب عن هذا السؤال الطيب، نعم، إلي ملاحظة. هي الأم ربت ابنها بكل ما تستطيع، وهي ثمرتها الوحيدة بالحياة. بتجي امرأة غريبة تخطفه من أمه. فلذلك البطولة هو التنسيق. أنا بنصح الإخوة الكرام، يعني لا كتير تمدح زوجتك مدح غير معقول أمام أمك، ما بتتحمل. كيف ماما؟ والله الحمد لله الله سترني فيها، ماشي الحال. في أشخاص ما بينتبهوا، بيمدحها مدح مو طبيعي. هي ماتت من أجله لحتى كبير وشاف ابنها ولم يمدح الأم. بتجي وحدة مبارح طلع له فيها، هذا غير صحيح. هذا هي أم بالتم. نعم. من أعظم الناس بحسن صحابتك؟ أمك، ثم أمك، ثم أمك. شغلة كبيرة الأم. فأنت من الحكمة لا كتير تمدح زوجتك مدح فارغ. والله بابا الحمد لله الله سترني فيها، ماشي الحال، اللي بيرضى بيعيش ماما. هي كلها كلمات مطاطة، لأن أنت شغفت حبا بها وأنت دبت معها. خفف من مديح الزوجة أمام الأم. نعم. وهذا طبعا لا يعني أن يسيء لزوجته، أبدا أبدا أبدا، لكن لا يبالغ في مدحها. لا يبالغ في مدحها. بس طبعا الحمد لله الله أكرمني فيها، صاحب الدين، بتصلي، بتحافظ على نفسها، ما في مانع. الإيجابيات تذكرها، واجب تذكرها، بس لا تعمل حالك أنه أنت مجنون ليلى. نعم. وليس أمام الأم طبعا. نعم. مراعاة لشعور الأم. يعني كثير في أشخاص لهم هيك كلام بيحكوا لأمهاتهم، كيف زوجتك؟ والله ماشي الحال ماما، يا الله نصيبي هذا، بس هيك. ما في شيء كلمة. يفهم من هذا الكلام أنه غير سعيد معها دكتور. ما قالوا هيك، قال نصيبي، شو سعيد؟ يعني الحمد لله ماشي الحال. إذا القاعدة لا يبالغ في مدحها أمام الأم. لا يبالغ إطلاقا. نعم. ولا يزم أمه أمامه، انتهت أمه عنده. ما دام الابن ذم أمه أو حكى أمه كلمة قاسية أمام زوجته، انتهت الأم عند الزوجة. حتى مثلا لو غضب هو على والدته لا يصرح في هذا الغضب أبداً أمام زوجته. لذلك بفضل ما يكون في لقاء مشترك أمه وزوجته قاعدين، تكون مضبوط كتير، يعطي كل ذي حق حقه. هي زوجته لها حق عنده وأمه لها حق. طيب ممكن نوضح دكتور ما هو حق الزوجة وما هو حق الأم على الابن؟ يعني كيف يتفرغ في الوقت والخدمة والإسعاد للطرفين؟ الأم لها حقوق لا تنتهي. هي سبب وجوده، ورعته رعاية كاملة سنوات طويلة. طبعا أهم شيء أنه أن يطعمها مما يأكل. شوف كلمة النبي ما أدقها، مما يأكل، أن يكسوها مما يكتسي. يعني ما كلفوا الله يتدين، بس مو معقول هو يأكل أكل درجة أولى ببيته ومو ما عنده أكل. هي لقم، هذا يعتبر عقوق هنا دكتور. عقوق كبير. هو عم يأكل ما لذ وطاب، بيجيب فواكه، بيجيب حلويات، أمه ما عنده. طيب إذا طعمي أمه مثل ما عم يأكل هو. نقول مما يأكل ولا من أفضل ما يأكل؟ لا، مما يأكل. جميل. الله ما شوف أن يطعمها مما يأكل، يعني وضع المعتدل. نعم. الله ما كلف الإنسان فوق طاقته. نعم. إذا كان اللبالة حاجتها وأمل الدواء أحيانا. يعني بذكر قصة بس دقيقة شوي. قالت لأمه بدي هالدواء الساعة 2 بالليل. قال لها ما في حدا فاتح هلا. استحت منه، سكتت. بس هو بيعرف في 3 صيدليات مناوبة. صح الكلام؟ نعم. ومعه سيارة. قال لها كله مسكر هلا، سكتت. واحد تاني قالت له بدي هالدواء، قال لها على عيني. ركب سيارته وراح بحث ب3 صيدليات ما في الدواء.
الدواء بالحالتين ما أخذته، بس لما بحثوا ما لقى بينام مرتاح ويكون قد أدى بر والديه. أدى عليه إلا ما في حدا كله مسكر ما بينام مرتاح، ويكون عاقا لوالديه. وبل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إذا يفهم من هذا الكلام دكتور أن بر الوالدين هو مرتبط في القضايا التي هي لها علاقة بالوالدين ذاتهم، صحتهم، غذائهم، اتباع أوامرهم. أما اشتري هالبدلة الفلانية لا، هي هذا شأني الخاص معه. طيب هالنوع ما بيناسبني، اللون ما بيناسبني. نتوسع في هذه القضية دكتور. الآن القضايا المرتبطة بي أنا، هل من حق الوالدين أن يكون لهم قرار بها ولا هذا قراري أنا؟ شوف، يا بيقترحوا عليك فأنت بتقبل إذا كان القرار سليم، اقتراح سليم. نعم. وإذا ما ناسبك خلوه ما بيناسبك. أنت إنسان له مكانة اجتماعية، لون فاتح ما بيناسبه، في ألوان بتليق بمكانته. هي أذواق. هي. نعم. الأذواق مختلفة سيدي. أنا ما بقول الإنسان يعني الأب العاقل ما بيتدخل بالشؤون الدقيقة لابنه وزوجته، ما بيتدخل، ترك الأمور أنه هو بعصر غير عصره، في ألوان منوعة، في طريقة لبس منوعة، في أشياء منوعة. يعني إذا حتى نرتب الأفكار دكتور، فيما يرتبط في حياة الأم والأب وصحتهم وأكلهم، أنا بري أمر إطاعة أوامرهم. الطاعة في حاجات أساسية، طعام وشراب ولباس ومعالجة طبية. جميل. وملازمة. عفوا، مثلا بدي أقول هالكلمة بس أنا أعني ما أقول. يبعث السائق يأمن لأمه حاجاتها، فواكه وحقوق، هي مو بدها الحاجات، بدها ابنها. بدها ابنها يجي لعندها. فأنا بتمنى أنه الابن يخدم أمه بنفسه، هو بدها يأكله ما بدها الفواكه، اشتاقت له. لأنه أنا أذكر أنه في مصح بفرنسا سووا استفتاء، الأعمار 102 ل100، 100 كلهم مأوى عجزي، بس 7 نجوم 10 نجوم، يعني بس طبعا بمبالغ طائلة. الأغنياء جدا إذا كانت تقدمت به السن فوتوا لهالمأوى، يعني 10 نجوم سيدي، الطعام، الشراب، مناظر جميلة، إطلالة على أماكن جميلة. سألوا 210 أشخاص شو حلمك؟ بجوز ما تصدق، جواب واحد للكل: أن نرى أحفادنا. احنا مجتمعنا بشكل أوسط الأب عايش مع أحفاده ليل ونهار، متعة كبيرة كثير يشوف أحفاده الواحد، هنيك محروم من أحفاده. سبحان الله. 200 شخص، 210 استفتاء، شو طلبك؟ آكل درجة أولى. مصح يعني الأجرة تبعه فلكية، كل شيء فيه، مسبح مثلا، جاكوزي، مطاعم درجة أولى، إطلالة، غرف مدفأة، لكنه حرم من الأنس، حرم من أحفاده. نحن عندنا بتلاقي أب دخله محدود، بس أمه عنده وأبوه عنده، قاعد الأب مع أولاده. أسعد لحظات حياة الأب والجدة شوفوا أحفاده. الله يفتح عليك يا دكتور. عندنا مثل شعبي بالشام: شو أغلى من الولد؟ ولد الولد. الله يفتح عليكم يا دكتور، يعطيك الصحة والعافية يا رب العالمين إن شاء الله. شيخ الكريم، ربنا سبحانه وتعالى حباك بكم حفيد؟ كتار والله، أنا عندي ما شاء الله 29 حفيد. ما شاء الله ربنا يحفظهم ويقر عينك فيهم ويديمك تاج على راسهم وعراسنا إن شاء الله. سنستقبل مشاركات مستمعين الكرام على هواتف الإذاعة 06 516 4020، 06 516 5020، وخارج الأردن بإضافة مفتاح المملكة الأردنية الهاشمية 009626 516 5020. أختنا هند من مصر، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. كيف حالك يا شيخنا الفاضل؟ الحمد لله، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أنا طبعا عايز أقول إني سعيدة جدا النهاردة، وأشعر إن الله أكرمني وشرفني اليوم إني بكلم حضرتك. وأنا كذلك سعيد بالاتصال معك. أهلا وسهلا. ربنا يبارك في عمرك يا رب وعلمك وعملك، وإن يتقبل منك ومنا من جميع المسلمين صالح الأعمال. أهلا وسهلا. شيخي الكريم، يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ولك حق وفضل علي كبير بفضل الله سبحانه وتعالى اللي أهداني لمتابعة دروسك القيمة والمفيدة. لذلك كان لازم أتصل وأشكر حضرتك جدا، يعني جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك ويعلي قدرك ويحفظ لك إيمانك وأهلك ومن يلوذ بك جميعا. ربنا يبارك فيك يا شيخنا. وطبعا برضو عايزة أهني حضرتك على البرنامجين الرائعين
سواء منهج التائبين أو بيت المسلم. يعني ربنا يبارك في حضرتك ويعني أهنيك جدا على البرنامجين جدا. يعني يمكن أنا عايزة أقول لحضرتك إن لو رزقت بزوج إن شاء الله هشترط عليه إن هو يسمع البرنامجين دول. الله يبارك فيك. أنا بحب مصر كثير، إنه لي بنت مقيمة بمصر، بروح بالإعلام من حين لآخر. جميل. فأنا أحب مصر، ومصر أم الدنيا كانت ولا تزال. الله يستاهل. وإحنا بنحبك والله يا دكتور. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا لك أختي هند من جمهورية مصر العربية. شكرا لك. لنستمع إلى محمد بمشاركة جديدة. تفضل يا محمد. عافية عمرك يا رب. استمع لك الدكتور. تفضل. أنا لي حلم واحد. تفضل. حلم واحد إني أرى الدكتور محمد راتب نبيل وأقبل جبينه. الله يبارك فيك ويعلي قدرك. الله يسعدك يا رب. واجعلني عند حسن ظنك إن شاء الله. آمين. لا ما شاء الله عنك شيخ. آمين. شكرا لك أخي محمد، بارك الله فيك، وشكرا لك لمشاركتك معنا في موضوعنا عن حدود بر الوالدين. بنرحب بمشاركاتكم مستمعينا مباشرة على 06 516 4020 06 516 5020 وأيضا 06 516 2060 من خارج الأردن، بإضافة مفتاح الاتصال للمملكة الأردنية الهاشمية 009626 ومن ثم 516 4020. محمد تفضل باتصال جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. كيف أستاذنا، كيف حالك؟ أهلا وسهلا ومرحبا. يسعدك يا رب. والله أستاذ الكريم، أنا سؤالي ضمن اللي لم تحكوا فيه. نعم. بالنسبة لرضا الوالدين. نعم. أنا بقدم كل شيء لوالدي يعني بصراحة، بس بحس حالي مقصر كثير، فشو السبب إني هيك بحس حالي أحسن من هيك؟ في جواب دقيق جدا. أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. أدي الذي عليك. إن أديت الذي عليك من خدمة، من رعاية، من تلبية طلباته المعقولة المشروعة، المعقولة والمشروعة، أديت الذي عليك، اطلب من الله الذي لك من بر الوالدين. الله بكافئ. لأنه أنا عايش عندهم يعني بالبيت نفسه، يعني حاول كل شيء أقدم لهم إياه وإلى آخره، ولكن بحس حالي مقصر كثير. يعني هذا دليل كمالك. أيوة. المؤمن كل ما اجتهد بحس حاله مقصر. يعني أولا مع الله، قد ما عبده وأطاعه وخدم له عباده بحس حاله مقصر. يعني وثانيا مع الوالدين. الله يفتح عليك يا رب يا محمد ويزيدك برا إن شاء الله بالوالدين. إذا واحد عنده أم كبيرة بالسن أو أب كبير من السن ومرضه عضال، يعني بيتمنى أنه الله يخفف عنه دون أن يشعر، ما بيحكيها إطلاقا. أما الأب مع الابن مو هيك. بيتمنى يعيش. شوف الفرق بين واحد عنده ابن والابن عنده أب. ربنا يطهر قلوبنا إن شاء الله. معنا أحمد من تركيا. تفضل أخي أحمد. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ الكريم، ممكن أحكي مباشرة مع الدكتور محمد؟ الشيخ معك يا أخي. تفضل. أستاذ محمد، يعني ما بتصدق قديش فرحتي حاليا بسماع صوتك مباشر. والله كان حلمي بسوريا أنه ألتقي فيك. سبحان الله صارت الأحداث وطلعنا برات سوريا. وحاولت مرارا وتكرارا أتصل في مكتبكم، فسبحان الله صار نصيب أتصل في هذا البرنامج. الفرح متبادل. فرح متبادل. تفضل. الله يبارك فيك. أول شيء بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك. والله لا يمر يوم إلا أسمع دروس لك، وطبقت كثير دروس لك، ويعني وإذا كان بدي أشرح لك الوضع اللي صار في حياتي أثناء تطبيق هذه الدروس، والله حلقات لا تكمل هذا الشيء. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يبارك. الله يزيدك من فضله. اللهم آمين. يزيدك علم وعمل وقرب من الله. اللهم علم وعمل وقرب من الله. اللهم آمين. اللهم آمين. سيدي الكريم، أنا متزوج، وتعرف أنت يعني في مجتمعاتنا الشرقية، أنا وحيد لأهلي على 4 بنات. نعم. في مجتمعاتنا الشرقية دائما الوحيد بشكل عام يكون في بيت أهله، ومهما كان يعني إذا كان في قائدين في الجيش رح تصير في مشاكل بيناتهم. نعم. فلهيك الله سبحانه وتعالى دائما والرسول صلى الله عليه وسلم أمر ب إذا كنتم 2 فأمموا، إذا كنتم 3 فأمموا. حكما انه رح يصير في مشاكل. اذا كانوا علماء ما بعضهم الا رح يصير في مشاكل. ودائما انا في حاله مشاكل بسيطه تحصل في اي بيت. فانا عملت حل انه اخذ بيت قريب من بيت اهلي. كنت حقلك هيك
وزور أمك كل يوم 10 مرات. عم أزور أمي كل يوم 10 مرات. خلاص ما في مشكلة أبدا. إيه بس عم أحس دائما في غصة في أمي، يعني لحد الآن صار لي عازل شهر، كل ما أجي بتبكي وكل ما أجي بتسألني على الأولاد، ورغم أنا كل يوم أجي لعندها وكل يوم أجيب الأولاد. هذا قلب الأم. يعني إن شاء الله